بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبيبنا الشطار، أخبارنا إيه؟ يا رب نكون بخير كده إن شاء الله، ونكون بنذاكر عشان نرضي ربنا ونرضي أبونا وأمنا كده، وتعبوا معانا طول السنة، الله يبارك لكم. فنذاكر كده عشان ربنا يكرمنا. خلاص إيه هانت يا شباب؟ فأنا عارف إن أنتوا تعبتوا طول السنة، فاتت كتير ما بقى إلا القليل. خلاص يا حبيبي، يوم في التاني والايام بتجيب بعضها، وهتلاقي الامتحانات خلاص خلصت، وتاخد بقى راحتك مع نفسك. تعالى بقى يا باشا على ايه؟ على الباب التالت. السنه اللي فاتت جالك فيه 5 اسئله. الباب دوت بتكلم فيه على اخلاق المهنه، وازاي بقى ايه نعمل اخلاقيات لكل المهن، مش زي بقى زي الباب التاني علماء البيولوجي والاطباء بس، لا، المهنه في كل المهن. وفي برضه معلومه يعني ايه كالبدايه كده، بيقول لك ايه اخلاق المهنه. احنا بنتكلم على اخلاق تطبيقيه برضه، خد بالك، عشان المهن الاخرى تستقيم بيها مجموعه مبادئ ومعايير عملناها لا تستقيم المهنه من غيرها، قايمه على الضمير والوازع الديني وممارسه الايه يا باشا الاداء الامثل لكل مهنه. المعايير دي بقى هتجيبها منين؟ كان عندك 3 فرق، وده سؤال اساسي اخر السنه. الفريق الاول والثاني والثالث، تركز في السؤال ده. الفريق الاول قال لك ان تجمع بين الطابع الخاص والعام، يجيب لك بقى اخلاق عامه في كل الدول، في كل المجتمعات، ولا بعترف بدين ولا بسلطه ولا بمجتمع ولا بعادات وتقاليد، دي اخلاق عامه عند كل المجتمعات. الفريق الثاني اللي اتكلم فيه اما اجيب اخلاق المهنه منين؟ من الطابع الثقافي للمهنه، يعني اخد بالنا من عادات المجتمع، واخد بالنا من تقاليد المجتمع، فالتزم بالعادات والتقاليد بتاعه المجتمع، التزم بقوانين المجتمع، ماشيه. فاذا هي ماشيه مع الطابع الثقافي للمهنه نفسها، اللي هو جايه من ثقافه المجتمع، وكمان منين؟ من سمات الشخص برضه، خد بالك، لان فعلا جانب سيسيولوجي وجانب ايه يا باشا سيكولوجي. عشان كده قالوا الاخلاق مش كلها عامه، في حاجات عامه وحاجات متغيره من مجتمع لاخر. الفريق الثالث قال لك لا، ما ينفعش تمشي مع المجتمع، انت الاول تدرس وتفحص وتحلل الثقافه السائده في المجتمع، فيكون سؤالك بقى في تحليل للثقافه، في دراسه، في نقد للوضع القائم داخل. ساعتها بختار الفريق الثالث يا باشا. قال لي السؤال يقول مايكل أمرونج إن المدير أو القائد مطالب بتحقيق الكفاءة الإدارية للعاملين معه، فالحكم عليه لا يكون فقط على النتائج، بل أيضا يكون على ما استطاع تحقيقه من كفاءة أمكن تطبيقها ليصل إلى تلك النتائج. فالعديد من المنظمات تعتقد أن الكفاءات الرئيسية لازمة النجاح. شوف أنا حطيت الخط تحت إيه؟ ما استطاع تحقيقه من كفاءة أمكن تطبيقها. التطبيق اللي هي الممارسة الفعلية. طب الفريق التطبيق والممارسة الفعلية، مين قال لك الممارسة الفعلية هي الأساس؟ اللي قالوا كده كان الفريق إيه يا باشا؟ الفريق الأول. وفقتها لميول الفرد ملهاش أي علاقة. عمومية الأوامر والنواهي ملهاش أي علاقة، بالعكس دي فيها خصوصية أوامر الأوامر والنواهي بتاعتها. أشكال السلطة المختلفة دي لا تعترف بأي شكل من أشكال السلطة. الفريق الأول قال لك كده، لكن الفريق الأول لو تفتكر قلت لك فيه، قال لك الأساس عندنا هو الممارسة العملية للمهنة. تعال للسؤال الثاني، بنتكلم فيه على فايدة الالتزام بالمواثيق الأخلاقية، وده برضه بتجيلك برضه كتير. 4 فوائد، تعال أفكرك بيهم كده برضه على السريع. أولا الصورة الذهنية الإيجابية، السيرة الطيبة، السمعة الحسنة. بيقول لك بقى شهادات الجودة اللي بتاخدها، التزام بمسؤوليات قانونية وأخلاقية، إن سيادتك ما بتلوثش البيئة، مفيش عليك قواضي ومفيش عليك جنايات، وبتيجي بجانب موضوع تلوث البيئة دوت الحفاظ على البيئة. تحسين الأداء، أختاروا لما يكون بيكلمك على تثقيف العاملين، على تنمية مهارات العاملين، استخدام أمثل للموارد. بيقول لك سيادتك احنا بقى إيه؟ بنرشد في المواد بتاعتنا، ما نعملش منتجات بايظه فنعيد انتاجها تاني فنضيع الموارد بتاعتنا، نرشد في الميه، نرشد في الكهرباء، عشان دي برضه موارد. وتعالى نشوف يا باشا كان سؤالنا بيتكلم على ايه في الفوائد ديت. قال لي سيادتك ان الالتزام الاخلاقي في العمل يعود على المنظمه بمميزات ومحاسن كثيره، ومنها حصول المنظمة على شهادات عالمية وامتيازات خاصة مثل شهادة الايزو لسه قايل لك عليها من شوية، وكذلك الثقة المتبادلة بينهما وبين المنظمات الأخرى،
هو ما يرسخ الانطباع. بعد كده بقى ايه يحشي لك السؤال بقى: ما يرسخ الانطباع الجيد والثقة لدى المتعاملين معها، يبرهن ما سبق على شركة خدت شهادات دولية. بالله عليك، هل قلنا لك دربنا العمال ولا حسنا أدائهم؟ ما قلناش. طب قلنا لك استخدمنا آلات حديثة أو مكان حديث أو وفرنا في الطاقة؟ ما قلناش. طب قلنا لك ما لوثناش عشان تتجنب المسؤولية القانونية؟ ما قلناش. لما قلنا لك شهادة الأيزو، شهادة الجودة، شهادة الخدمة، والصورة الإيه؟ تكوين صورة إيجابية، اللي هو الصورة الذهنية الإيجابية. تعالى سؤال 15 نقرأ مع بعضنا. يقول أبو بكر زين العابدين: أولئك الذين لا يستطيعون العمل بقوة قلوبهم يحققون نجاحا أقوى. فالنجاح الذي يقوده القلب هو وحده القادر على نشر بذور السعادة حولنا. نستخلص من العبارة السابقة ضرورة الالتزام بإحدى الآليات الأخلاقية، وهي ودك 4 من الآليات اللي ممكن ننمي بيها أخلاقيات الوظيفة العامة. دعم السلوك القائم على الضمير، لما نتكلم على حاجة داخلية ذاتية الموظف بيعملها منه بنفسه كده من غير ما حد يقول له عليها. تحديد واضح لسلطاتنا، لما يجيب لك مدير النائب بتاعه كل واحد ليه ايه وعليه ايه. تقدير اداء اخلاقي متميز للموظفين، لو كان السؤال فيه مكافئتنا للموظف. التاكيد على السلوك القيادي المتميز للمدير لما يكون الكلام على رئيس مجلس الاداره بس. حلو الكلام. طب نرجع للسؤال. قال لك اولئك الذين لا يستطيعون العمل قوه قلوبهم يحققون نجاحا اقوى. يعني النجاح الصح اللي بيقوده القلب. يعني النجاح هنا ايه بقى يا باشا؟ نجاح خارجي ولا نجاح داخلي؟ النجاح داخلي. قايم على ايه يا معلم؟ قايم على دعم السلوك الاخلاقي القائم على ايه؟ على الضمير، زي ما شرحت لك لسه من شويه. ولا بقى قلنا سلطات للناس، ولا قلنا مكافآت للناس، ولا قلنا مدير عمل كذا. كان الكلام كله يا استاذ على رقم ألف: دعم السلوك الاخلاقي القائم على الضمير. في سؤالنا رقم 16 كان بيتكلم فيه على الواجب المهني للفيلسوف. وخد بالك عشان بيجيلك في التكات بقى بتاعتها الصغيره، بتاعتها ايه؟ جزئياتها الصغيره. من اقوال فرانسيس بيكون ان الفلسفه تعد تفسيرا وضعيا مما يستلزم ارتباط فكر الفيلسوف بما هو قائم وموجود بالفعل. هل قال لك بالله عليك المجتمع كان بايظ واحنا بنحميه من الفرقه والتفكك او التشكك او ما قالش؟ طب هننقل من حضاره لحضاره تانية. سؤال قال لك كده: انشغال فكر تاملي اوعى تختارها، مش دور الفيلسوف اللي موجوده في الواقع. كان اجابتك يا باشا اهتمامه بمناقشه قضايا حياتيه، ده واجب الفيلسوف. سؤالك الاخير في الفصل الثالث كان بيتكلم على واحد من الفلاسفه الستة اللي عندك في الاخر: افلاطون، ارسطو، الفارابي، ابن خلدون، ادم سميث، جورج هيجل. ومش هتلاقي في الغالب اسمائهم، هتلاقي سمات ليهم. هتلاقي افلاطون مثلا: العمل الذهني ميزة الإنسان الحر، أو العمل خدمة وليس سلعة، أو تقسيم العمل. هتلاقي أرسطو مثلا: جذور العبودية توجد في الطبيعة، الرق نظام طبيعي. الفارابي يكلمك على تقسيم العمل برضه مع سمات تدرج السلطة. خد بالك تقسيم العمل مثلا زي أفلاطون وتدرج السلطة. يكلمك على التآزر والتعاون والتآلف ما بين الناس لنشر السعادة. ابن خلدون يقول لك قيمة الإنسان من قيمة عمله، لا قياس للإنسان بدون عمل. يبقى ده ابن خلدون. آدم سميث يقول لك التوفيق بالمصلحة الخاصة والعامة، اللي هو اليد الخفية. أو يقول لك مكانة المنافسة بتحد من الحرية. هيجل: التحرر من سيطرة الطبيعة، العمل تحويل وتبديل للطبيعة. من أقوال كونفوشيوس في 17: بمفردنا يمكننا أن ننجز القليل، ولكن معا يمكننا أن نفعل الكثير. مع بعضنا نتعاون مع بعضنا. والفيلسوف اللي قايم فلسفته على التعاون بيننا وبين بعضنا كان الفارابي. طب الفارابي أنا واحد من الأربعة اللي عندنا يا عم شريف. المنافسة تحد من الحرية الفردية، ده يمشي آدم سميث. العمل والكسب يعطيان للإنسان قيمة، ده يمشي ابن خلدون. العمل وسيلة لسيطرة الإنسان على الطبيعة، ده يمشي جورج هيجل. التآزر في العمل
وسيلة لتحقيق السعادة. وده كان أساس فكر الفارابي زي ما قلت لك. تعال على الباب الرابع والأخير، التفلسف وعلاقته بالقيم. جابوا فيها أستاذنا 5 أسئلة السنة اللي فاتت. تعال نشوف في أسئلة أهمية التفلسف. لازم بيجي لك سؤال من أهمية التفلسف. إنتاج عقول ناضجة عندها سعة أفق، واحد عنده معلومات، واحد عنده جزء من التخيل، واحد يقدر يفكر، واحد يقدر يطور من عقله، واحد يقدر يبدع. إنتاج شخصيات مستقلة وشجاعة ومسؤولة، واحد ما بيخافش، يقدر يهاجم بلده، يطلع سلبيات بلده. زي ما قلت لك اديتك عليها امثله، قلت لك سارتر لما هاجم بلده فرنسا. ثالث حاجه، من غير تفلسف هتنتشر السلبيه، ينتشر اللامبالاه، ينتشر التعصب. فاحنا بنقضي على التعصب عشان ننشر الامن والامان في المجتمعات. قلت كمان التفلسف بيعمل لك تقدم المجتمع وازدهاره. الامام الغزالي عالج مشكلات مجتمعه، ازاي ميل طور مجتمعه. فلما اجيب لك واحد قدر يطلع سلبيات مجتمعه، شخصيات مستقله. واحد قدر يحل بقى المشكلات ديت ويطور مجتمعه، اللي هو يا باشا الفائده الرابعه، اللي هو السبيل الوحيد لتطور المجتمع بتاع سيادتك. قالوا في 18 الفلسفه لا تعني الانغماس في عالم المجردات والسعي لميلاد الانسان الفائق، ولكنها تساعد في خلق انسان اكثر فاعليه في مواجهه المشكلات والقضايا الحياتيه. حلو، خلق انسان اكثر فاعليه في مواجهه ايه يا باشا؟ المشكلات والقضايا. وقال لسيادتك ابنك اختيارات. تعطي المقوله السابقه مثالا لاهميه التفلسف فيه. انتاج عقول منغلقه على نفسها، يا راجل ده اقول لك عنده سعه افق. دعم العمل الذهني وربط التجارب الحياتيه، دي بتربطك بالواقع. استبعاد دعم ثبات الفكر وربط التعدديه، ده التفلسف هيبقى سهل على ان انت تحترم الاراء الاخرى ويبقى في تعدديه في الراي. يعني الحاجه الوحيده اللي كانت تنفع مع سيادتك هي رقم د، جعل الانسان مؤثر بفكر واعي، لانه بيقدر يواجه مشكلات وقضايا الحياه بتاعته. سؤالنا 19 جات على القيم الاساسيه للفلسفه، ودي برضه من الحاجات اللي بتجي لك كل سنه. الثلاث قيم: الحق، الخير، الجمال. مش شرط يجيب لك الاسامي بتاعتها، ممكن يجيب لك مسميات ليها. ماشي، زي ما تلاقي مثلا في السؤال اللي جاي عند سيادتك كده. تعالى نشوف ازاي. الحق بتاع التفكير السليم بتاع علم المنطق، ازاي تعصم ذهني من الوقوع في الخطا. الخير بتاع علم الاخلاق بتاعه الافعال والسلوك الحسن الفاضل، تعمل فضيله تبعد عن الرذيله. الجمال بتاع علم الجمال، الاستطيقه، بتطبق في الفن وفي الجمال وفي اللوحات وفي كل حاجه. القسم النظري العام، شروط الجمال، مبادئ الجمال، تتطبق في كل شيء. القسم العملي الخاص اللي بيقصد بيه النقد الفني. شوف سؤالك قال لك ايه؟ يقول توفيق الحكيم ان غاية الفن الجمال. السؤال يتحل من اول كلمة غاية الفن الجمال، يعني كلامنا على قيمة الجمال. بقى كده حاشا بقى خلاص، كل اللي جاي ده حشو خلاص. وظيفة الفنان لا تقوم في تقليد الطبيعة ومحاكاة مشاهدتها وأثرها، بل مهمته أن يضفي عليها جمالا من خياله وعاطفه. يفسر القول السابق أحد القيم الفلسفية الأساسية وهي قيمة، هو قال لك جمال، بس اعتمد على إيه بقى؟ هل أنت عارف أي حاجة في الأربعة ولا لأ؟ تعال نشوف هنعرفها ولا لأ. ما ينبغي أن يكون عليه التفكير السليم، لا دي قيمة الحق يا معلم. ما ينبغي أن يكون على تحقيق المساواة وعدم التمايز ما بين الافراد، دي قيمه العداله، ودي مش من قيم الفلسفه الاساسيه اساسا. جابها لك عشان خاطر يلخبطك بس ليس الا، اوعى تختارها. ج ما ينبغي ان يكون عليه السلوك الفاضل. انت قلت لنا السلوك الفاضل يعني افعل خير، قيمه الخير مش هي دي. يبقى كده يا عم شريف ما تنفعش عندي غير رقم د. طب اشمعنى بقى؟ قال لك الابداع وفقا لصوره غائيه مرتسمه في الذهن، وهتلاقيها موجوده بالنص في القسم العملي الخاص اللي هو بتاع النقد الفني. ايوه بتاع النقد الفني. سؤال رقم 20 على انواع القيم. طبيعه القيم ايه؟ من عند طبيعه القيم، القيم النسبيه الذاتيه تختلف من فرد الاخر. قالها بروتاجورس، قالها سبينوزا، قالها توماس هوبز. عند قيم تانية موضوعيه عام، والقيم الذاتيه ماشيه بالحواس وماشيه بالمصلحه وتختلف من فرد الاخر. القيم الموضوعيه منشأها العقل، وده انا مش هخترع قيم ولا حاجه موجوده فيا من الاول، زي ما قال افلاطون، ما قال سقراط، ما قال جورج مور. ماشي يا معلم، زي ما قال ماكس تشيلر، دول بتوع القيم الموضوعيه العامه. شوف مثلا سؤالك 20 قال لك ايه؟ يقول ريتشارد برايس ان الجمال
حالة في الشيء الجميل تلازمه وتقوم فيه. إذا هي موجودة معاه، ملازمة ليه من هنا لهنا، مش هتختلف بقى من حد للتاني. حتى لو لم يوجد عقل يقوم بإدراكها، يتطابق القول السابق مع إحدى الرؤى التي ترى القيم باعتبارها رغبة لتحقيق نفعية الفعل، بقت القيم ذاتية نسبية، وهي مرهونة بنفعها وشرها، بقت نسبية متغيرة. موضوع للشهوات والرغبات نسبية متغيرة. إنما هنا لما قال لسيادتك توجد الشيء الجميل تلازمه وتقوم فيه، فهي قيم موجودة معاك في أي زمان ومكان، يعني قيم مطلقة، يعني كامنة في الفعل ذاته. سؤالي 21 على القيم اللي بتكسبها الفلسفة الدارسية، يعني سؤالين 21 و22 و23 كمان، خد بالك تكسبني 4 قيم. قيمة البحث عن الحقيقة، إني أنا أقرأ عشان أوصل لأصل الشيء، حقيقة الشيء، إن هنا ما تخدعش بمظاهر الأشياء، بالقراءة والمنهج السليم أوصل للحقيقة أو البحث عن المعرفة. قيمة الاستقلال الذاتي، ما بقاش عبد خاضع لتأثير أي حد هو اللي ياخد لي القرار. قيمة التسامح الفكري، ما بقاش دماغي فردة جزمة قديمة، إنسان متشدد متطرف، لا أنا بسمع آراء الناس واحترم آرائهم. قيمة الحرية الإنسانية، تبقى أفعالي نابعة من اختياري بإرادتي الحرة من غير ما حد يفرض عليا أي قيد أو أي شرط. دي كانت ال4 قيم بتاعتنا يا باشا. 3 التطابق، الشيء يبقى حقيقي لو كان مطابق للواقع الخارجي، حاجة شفتها بعينيا، شفت بعين الدنيا وهي بتمطر، شفتها فقلت الدنيا بتمطر دلوقتي. النظرية التانية الترابط، قايمة على ان المعلومات عندك تكون مرتبطة منسجمة مع معلوماتك السابقة، انت بتستنتج، انت بتستنبط. خد بالك التطابق ماشي مع الاستقراء واقع فعلي، الترابط ماشي مع الاستنباط والرياضة او البراجماتية. الحياة تبقى حقيقية لما تكون ماشية مع مصلحتي مع منفعتي، ما دي البراجماتيه، المذهب النفعي. بس برضه خد بالك مش شرط يجي لك برضه بالاسامي دي، ليها اسامي تانية. يعني مثلا التطابق ممكن يسمى التحقق الحسي او التطابق الواقعي. الترابط تسمى حبيبي باسم الانسجام والاتساق. البراجماتيه ممكن تسمى باسم العائد النفعي او النفعيه المربحه. قلنا من اقوال كانت من الضروري ان يلتزم العقل بالتفكير الذي يقيد نفسه، هنا السؤال بقى، بحدود وعالم الظواهر ولا يتعدى حدوده. ارتبط بالواقع اللي قدام منه، يرتبط بالواقع المادي الملموس اللي قدام منه. عشان كده حبيبي كنت بتكلم على الاتفاق المجتمعي، اوعى تختارها، مفيش حاجه اسمها اتفاق مجتمعي عندنا خالص. طب النفعيه والمربحه دي بتتكلم على البراجماتيه، الانسجام والاتساق دي بتتكلم على الترابط. لكن لما تكون حاجه جايه من الواقع الفعلي والواقع الخارجي، اللي هو التطابق الواقعي او التحقق الحسي، من اقوال الامام الشافعي عند اختلافه مع احد تلاميذه، مختلفين مع بعض خد بالك، قال له لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاج للعودة يوما ما. يا أخي ما تبقاش عيوات كده وتهدم الحاجة الجسور اللي بينه وبينك كده، خلي سيادتك عندك قدر من التسامح. ماشي، ما تهدمش كل اللي بينك كده بساعة غضب، يعني عايزه يكون إنسان متسامح. طب قيمة التسامح بقى، الفكرة اللي بتكلم عنها دي فين بقى يا عم شريف؟ ممارسة النقد والتمحيص للقاء بالفكر ما تنفعنيش. لما امارس النقد معناه ان انا مش هتاثر براي الناس اللي حوالين مني، وبالتالي انا هستقل، دي الاستقلال الذاتي ما تنفعنيش. الوعي والبحث للكشف عن الحقائق، دي قيمة البحث عن الحقيقة. تحمل الفرد مسؤولية اختياراته وافعاله، دي قيمة الحرية ما تنفعنيش. لكن يا باشا لما قال لسيادتك مرونة الفكر والتسليم بتعدد الآراء، هي دي كانت إجابتك الصح، لأن مرونة الفكر والتعدد الآراء هو ده برضه من سمات التسامح الفكري. من أقوال إيمانويل كانت، كل منا يستطيع البحث عن سعادته الشخصية بإرادته بطريقته التي يريدها، وكما يبدو له الطريق السليم، بشرط ألا ينسى حرية الآخرين
وحقهم في الشيء ذاته. استخلص من المقولة السابقة 2 من الحدود التي ترتبط بالحرية الإنسانية. هفكرك عندك 3 حدود للحرية. الحرية والشعور هو إحساسك بإرادتك وقدرتك إنك تختار الفعل بكامل إرادتك. الحرية والضرورة إيمانك وفهمك إن في قوانين بتحد من حريتك، وضروري إنك تلتزم بالقوانين ديت، عشان انت حريتك مش حرية مطلقة، حريتك حرية محدودة. الحرية والمسؤولية انك تتحمل نتائج افعالك، وانك كمان تحافظ على حرية الاخرين. طب بحث عن سعادته الشخصية بارادته وطريقته التي يريدها. شعور الانسان حر. فالحرية والشعور ادي اول حد عايزه. الشعور شعور الانسان بكامل ارادته انه يمتلك القدرة على اختيار الفعل الذي يميزه عن الحيوانات. هو عايزها في سطر ليس الا. السطر الثاني حرية الآخرين وحقهم في الشيء ذاته. ما تنساش حرية الآخرين لأن أنت مسؤول عن حريتهم. أيوة زي ما سمعتني كده، مسؤول. يا الحد التاني هو المسؤولية، وبرضه جملة عنها. أدي يا حبيبي امتحان السنة اللي فاتت بتاع الفلسفة. أتمنى يكون استفدت من سماعك للفيديو ده حبيبي. سلام عليكم.